البنك الفيدرالي الأمريكي مش بنك ولا حتى أمريكي. البنك اللي بيتحكم في حياتك وانت مش واخد بالك. البنك اللي بزرار واحد يقدر يرفع أسعار كل حاجة في بلدك. الدولار يغلى، الأسعار تولع، الاقتصاد ينهار. كل ده مش بيحصل صدفة، ده ورا ستار بيتحرك من بعيد، والستار ده اسمه الفيدرالي الأمريكي. لكن تعال هنا يا صاحبي، هل عمرك سألت نفسك ليه أغنى دولة في العالم أمريكا البنك المركزي بتاعها مش تابع للحكومة؟ ومين اللي بيضع الفلوس؟ ومين اللي بيقرر قيمة الدولار؟ وليه دايماً في أزمات اقتصادية وفجأة الحل بيجي من الفيدرالي؟ طب مين اللي ماسك الفيدرالي ده؟ وليه مفيش حد بيقدر يراقبه؟ ركز معايا بقى يا كاريزما، علشان اللي جاي مش بس صدمة، ده كشف الحقيقة مخفية بقالها قرن كامل. النهاردة على قناة هاروت إكس هنفتح كتاب الأسرار وهنغوص في دهاليز الفيدرالي الأمريكي، البنك اللي مش أمريكي، البنك اللي مش تابع لأي دولة، البنك اللي بيحكم العالم كله بزرار واحد، ارتباطه الغامض بالماسونية العالمية. فلو ناوي تكمل الرحلة دي للآخر، اربط حزامك وخلينا نغوص مع بعض في أكبر مؤامرة مالية في العصر الحديث. وأهلا بيك في عالم هاروت. البنك